حياة الأنس والفرح والسرور بالله جل وعلا، وهذه هي أعلى مراتب الحياة في الدنيا. اسمع مني: ولا يتذوق طعم هذه الحياة إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. لن يتذوق طعم هذه الحياة إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أخي، كيف حالك في الخلوة؟ هل تتجرأ على هذه الآلة التي تعرف بآلة التحكم أو بالريموت كنترول؟ هل تتجرأ بهذه الآلة على معصية الله بالبحث عن الأفلام الإباحية الداعرة، أو بالدخول على مواقع الإنترنت الفاجرة، وتنسى أن ربك جل وعلا يسمع ويرى؟ اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هل تشعر بالسعادة وأنت في الخلوة؟ هل تبكي من خشيته؟ هل تفرح بالقرب منه؟ هل تشعر بالأنس الذي لا يستطيع عالم بليغ أن يتحدث عنه أو أن يجسده؟ كيف حالك وأنت معه جل وعلا في خلوتك، حيث لا يسمعك ولا يراك أحد من الخلق؟ أيها الشاب الحبيب، يا من ترخي الستائر وتغلق النوافذ والأبواب، وتخلو بشبكة الإنترنت في مواقعها الإباحية الفاضحة، وتبحث عن الكليبات الماجنة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. ألم تقرأ قول العزيز الغفار: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حياة الأنس به، والفرح والسرور بالقرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من لم يدخل هذه الجنة، جنة الفرح والسعادة والأنس والسرور بالله، لن يدخل الجنة في البرزخ، ولن يدخل الجنة في الآخرة. نعم، بعد كل ذلك برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحياة البرزخ، أقصد حياة ما بعد الموت، إنما هي امتداد لحياتك في الدنيا. فإن كنت من أهل الأنس والفرح والسرور والسعادة بالله، ستبقى وستتدوم هذه الحياة في البرزخ حتى تلقى الله جل وعلا.